اهلا بيكم اصحاب برج الجوزاء، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا بالف صحه وخير يا رب. هنشوف مع بعض توقعات العامه لفنجانك. بس حبايب قلبي، متنسوش اللايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعيلكم لزر التنبيهات عشان يصلكوا كل ما هو جديد في القناه. نحط نيتنا مع بعض على الفنجان ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. على حسب طاقة فنجانك يا جوزاء، بشوف ان الجوزاء الفترة دي عنده بلان، عنده خطة. برج الجوزاء الفترة دي انت شغال على حاجة، شغال على نفسك الفترة دي، بتركز على اهدافك. مركز على نفسك، مركز على طموحاتك. شايفة الجوزاء بيسعى اتجاه اهداف والافكار اللي هو كان شغال عليها بقاله فترة. برج الجوزاء البعض منكم ممكن يكون بدأ حاجة جديدة، يمكن بدأتوا مشروع جديد، بدأتوا وظيفة جديدة، ممكن تكونوا بدأتوا عمل حر جديد بالنسبة لكم، يمكن حاجة ما كنتش عندكم فيها الاكسبيرينس وبدأتوا ان كنتوا تخشوها، لكن بدأتوا ان كنتوا تبحثوا عن شخص يكون عنده الافكار او عنده المعلومات اللي هي تمدكوا بالافكار والاهداف اللي تخليكم تتخطوا الحاجة دي او تنجحوا فيها. شايفة الجوزاء عايز يتعلم، عايز يبحث، عايز يقرأ، عايز ان هو يخوض مجالات يمكن لأول مرة في حياته ما خدهاش. فشايفة ان برج الجوزاء الفترة دي بيفكر بطريقة فيها حكمة، بطريقة فيها استحقاق ذاتي. بقيت شخص مقدر ذاتك جدا، بقيت قادر الفترة دي انك انت تحط اهداف وتشتغل عليها وتحطها في الفعل، انك انت فعلا عايز توصل للحاجة دي. برج الجوزاء الفترة دي ممكن تكونوا كمان بتبحثوا عن حاجة جديدة او بتبحثوا عن وظيفة، عندكم اوراق الفترة دي، كمان عندكم امضاء ورق مهم بخصوص وظيفة، بخصوص سفر، بخصوص كمان عندكم نقلة من وظيفة لوظيفة او نقلة من مكان لمكان. سي مثلا زي وظيفة جديدة، زي مثلا عايزين تنقلوا مثلا من كلية لكلية للناس اللي بتدرس، عايزين تنقلوا من موقع لموقع او من محافظة لمحافظة. شايفة برج الجوزاء الفترة دي عنده اهداف اتجاه تحسين نفسه وتحسين الوضع المادي. برج الجوزاء كمان عايز ان هو يحسن من الوضع المادي من خلال ان هو يشتغل شغل اضافي، يعني ممكن تكونوا مثلا بتدرسوا وبتشتغلوا، ممكن تكونوا شغالين شغلانتين، ممكن تكونوا بتشتغلوا حاجة خاصة وحاجة مثلا حرة، يمكن حاجة مثلا في وظيفة حكومية وحاجة مثلا مشروع خاص او عمل حر. فشايفة ان برج الجوزاء الفترة دي منفتح ان هو ازاي يوصل ل الهدف اللي عايزه في الاموال او الهدف في المستوى المادي. كمان الفترة دي انتوا عندكم يمكن كل حاجة في صالحكم، يمكن اوراق تخص العمل، يمكن سفر. فشايف الفترة دي فترة فيها يعني توفيق للجوزاء. برج الجوزاء شايفاه الفترة دي ناس بتنم عليك يا جوزاء، ناس بتتكلم عليك، ناس يمكن بيحقدوا عليك، شايفينك انك انت وصلت المكانة مثلا ما تستحقهاش، وده يرجع لحقدهم يا برج الجوزاء. ما يعرفوش انك قد ايه تعبت او قد ايه اشتغلت على نفسك عشان توصل للحاجة دي، او قد ايه بتفحت في الصخر وبتنحت فيه عشان توصل للمكانة دي. في الناس بتشوف برج الجوزاء ان هو ما يستحقش الحاجة دي، لانهم ما يعرفوش قد ايه التعب او الالام اللي توجه لجوزاء عشان يوصل للحاجة دي. كمان برج الجوزاء شايفاه الفترة دي مبتعد، يمكن الفترة دي عندك لا مبالاة شوية. برج الجوزاء يمكن بتحاول تعامل الاشخاص اللي حواليك بتجاهل، ما بقتش الفترة دي عايز توجع دماغك او عايز انك انت تدخل نفسك في مشاكل او متاهات مع حد. الفتره دي متجنب ناس كتير قوي يا برج الجوزاء، ودي حاجه حلوه وهتكون في صالحك. شايف برج الجوزاء كمان عنده شهرة، عنده يمكن كمان نجاح معين على السوشيال ميديا. يمكن لو في ناس منكم تشتغل حاجه في البيت اونلاين، مثلا حاجه على السوشيال ميديا، فاتحين مثلا قناه على اليوتيوب، مثلا ممكن تكونوا عندكم حاجه فيها ابداعيه، مثلا حاجة في علم النفس، حاجة مثلا ان كنتوا بتدرسوا حاجة على الانترنت. في شايفة برج الجوزاء الفترة دي عنده حاجة بيظهرها يمكن لناس ممكن على منصات او حاجة من دي، او ممكن تكون عندكم شهرة في مجالكم، شهرة وعندكم علاوة وعندكم مكانة وترقية هتحصلوا عليها من خلال يمكن النجاح اللي بتقدموه والاجتهاد في عملكم. برج الجوزاء شايفاه رافع ايده للسماء بيدعي، شايفاه عنده روحانيات عالية، شايفاه الفترة دي
يمكن مش مسامح ناس كتير اذته، ناس جت عليه، ناس يمكن سببت له اذى نفسي. يمكن الفتره اللي فاتت يا برج الجوزاء ما كانتش احسن حاجه عليك، كانت كلها صعوبات، كانت كلها ناس يمكن منافقه، ناس ماديين انتهازيين، كانوا بيستغلوك على المستوى المادي والمستوى كمان النفسي يا برج الجوزاء. شايفه برج الجوزاء فاق من الصدمه كبيره بالنسبه له، كانت صعبه ان هو يواجهها، ولكن برج الجوزاء اتخطاها، وده بفضل ربنا وبفضل ذكاء وقوة وصبر الجوزاء. شايفة الجوزاء كمان الفترة دي بدأ ان هو يحسب خطواته الفترة الجاية، هو هيعمل ايه وايه المفروض يعمله. كمان برج الجوزاء بدأ انه يخرج ناس كتير من حياته، او بدأت انك تتجاهل ناس في حياتك بحيث انك انت تظهر لهم ان انت خلاص ما بقاش فارق معاك وجودهم في حياتك، لانك انت تعرضت للخذلان والطعنات من اقرب الناس ليك يا برج الجوزاء. برج الجوزاء الفترة دي عنده دموع في الفنجان، يمكن من ناس عزيزة عليه، ناس غالية عليه، ما كانش متوقع منهم اللي حصل دوت. لكن شايفة الجوزاء الفترة دي بيكتشف حقيقة اشخاص اتجاه يمكن العاطفة، يمكن اشخاص اتجاه كمان العمل، اصدقاء. شايفة برج الجوزاء عندك حية بتحاول ان هي تشوه سمعتك، بتحاول ان هي تنم عليك، بتحاول ان هي يمكن توقع بينك وما بين شريكك يا برج الجوزاء، او بتحاول ان هي توقع بينك وما بين الاصدقاء او زملائك او رئيسك في العمل. شايفة الجوزاء الفترة دي ان هو يخلي باله من الاشخاص اللي بتحاول توقع خلال الفترة دي، او هيحاولوا يحطوك في مشاكل، فاحذر من الاشخاص دي يا برج الجوزاء. برج الجوزاء شايفاه عنده تنقلات، عنده سفر خلال الفترة دي، يمكن بتسافروا من مكان لمكان، او عندكم نية تسافروا، يمكن مثلا بتعملوا عمرة، او ان كنتوا مثلا تسافروا من مكان لمكان للعمل. فشايفة برج الجوزاء ممكن كمان عندكم تنقلات في بلدكم، يمكن من محافظة لمحافظة، من مكان لمكان، بتخلصوا اوراق، بتخلصوا حاجات في مؤسسة حكومية، اوراق لنفسكم. يعني شايفة برج الجوزاء الفترة دي يمكن عنده انشغاليات تخصه هو، وتخص افكاره ونجاحاته، ويمكن نفسيته كمان. برج الجوزاء بيخرج من طاقة سلبية يمكن كانت مأثرة عليه بقالها فترة. برج الجوزاء بشوف ان عندك هنا شخص، الشخص ده يمكن يكون في الوقت الحالي انت منفصل عنه، هو شخص يمكن يكون بنسبة كبيرة منكم يعني شخص عاطفي. الشخص ده يا برج الجوزاء يمكن يكون انت بتشوفه ان هو استغلك او خانك، او ممكن غدر بيك او باعك، بس شايف ان الشخص ده يمكن انت تكون اكتشفت حقيقة طرف تالت في حياته. ممكن يكون طرف تالت، يمكن عيلته مثلا، يمكن مثلا الشخص ده متجوز وعنده اطفال، ويمكن ما كانش معرفك ده، وعدك بوعود وما وفاش بيها، او قالك مفيش حاجة من دي هتحصل. يمكن برج الجوزاء الفترة دي اكتشف حقيقة الشريك ده او الشخص بتاع الماضي ده، وخلاه ان هو يمكن يتصدم، عشان كده برج الجوزاء بعد. لكن انا شايفة ان الشخص ده برج الجوزاء هو لو سابك بسبب حد تاني، او بسبب مثلا اصدقائه او اشخاص يمكن حواليه، او بسبب مثلا بقى عليك طرف تالت زي مظاهر، فشايفة ان الشخص ده ندمان عليك يا برج الجوزاء، ويمكن يكون بيمر بظروف صحية ومادية صعبة في الوقت الحالي. كمان الشخص ده ما بيعرفش ينام كويس، يمكن بيحس كمان ان هو يمكن مش مرتاح الفترة دي نفسيا، يمكن بيحس ان هو جاي عليك غدر بيك. كمان بيشوف ان هو خسر الجوزاء يا برج الجوزاء، بيشوف ان خسرك ومستحيل ان هو يعوضك تاني. بيشوفك يا برج الجوزاء انك انت الفترة دي يمكن تكون فقت لنفسك، بدأت انك تحقق ذاتك، بدأت انك انت تكون شخص عندك اكتفاء ذاتي، مكتفي بنفسك، مكتفي بأحلامك، مكتفي بالأشخاص اللي بتحبهم، عيلتك، لكن ما بقتش يمكن مدي أهمية للشخص ده، أو مديله يمكن اهتمام الفترة دي. كمان بيشوفك شخص غامض يا برج الجوزاء، مش عارف خطواتك، مش عارف ايه ممكن الفترة الجاية تعمله. ممكن كمان بيشوفك انك نسيت العلاقة، ويمكن يكون دخل حد جديد في حياتك يا برج الجوزاء، او بيشوفك في الفترة دي انك انت ما عندكش امل انك ترجع معاه تاني. البعض منكم ممكن يكون عامل بلوك للشخص ده، او ممكن تكونوا انتم متجاهلينه، حتى لو عندكم على الواتساب او على السوشيال ميديا، فممكن تكونوا يعني معتبرينه زي اي حد، مش بالنسبة لكم حاجة مهمة. ولو دي زوجة وما في ما بينكم مثلا اطفال او حاجة، فممكن تكونوا انتم مثلا يعني
بتتكلموا معاها، او زوج مثلا، او بتتكلموا معاه بهدف مثلا الاطفال او حاجة، لكن مش اكتر. ده هو اللي شايفه شريكك يا برج الجوزاء. كمان بيشوفك انك انت كمان اشتغلت على نفسك، يمكن خسيتوا، يمكن غيرتوا من شكلكم، يمكن رحتوا جيم، يمكن الفترة دي انتوا ما بقيتوش عندكم الطاقة والشغف زي الأول ان كنتوا تكلموه، او ان كنتوا تسألوا عنه، او ان كنتوا كل يوم تسمعوا صوته زي الأول. في الشخص ده مفتقدك، حاسس بغيابك، حاسس بفراقك، ملهوف عليك، مشتاق لك جدا يا برج الجوزاء. كمان عنده خطة ان هو يرجع لكم. لو دي امرأة فهي هتكتفي بمراقبتك يا برج الجوزاء. لو دي امرأة تكتفي بمراقبتك مثلا على السوشيال ميديا، ممكن تكون بتعمل لك جذب، بتعمل لك طاقة تخاطر، لان شايفة في هنا طاقة تخاطر معايا في الفنجان هنا. تعمل لك طاقة تخاطر. ممكن كمان تكون بتحاول ان هي تعرف اسرارك عن الاصدقاء مشتركة. يمكن كمان تكون الفترة دي بتحاول ان هي مثلا تشيل البلوك، تشيل مثلا اي حاجة ان هي تخليك في باب مفتوح انك تخش له منها يا برج الجوزاء. طب لو هو رجل وانتي امرأة يا برج الجوزاء، فانا بشوف ان الشخص ده عنده استعداد ان هو يكلمك خلال الفترة دي. كمان عنده خطوة ان هو يشيل البلوكات او يشيل الطرف الثالث اللي في حياته، ايا كان بقى، عوائق مادية، يمكن اختلافات اجتماعية، اختلافات بيئية، يمكن اختلافات في العمر. ايا كانت الاختلافات اللي ما بينكم بيحاول ان هو يتخطاها ويتجاوزها عشانكم يا برج الجوزاء. الشخص ده محتاج لكم جدا، وبيحاول ان هو يعني الفترة الجاية يسعى ان هو ياخد خطوة اتجاهكم، ان هو ما يكلمكم او يبعت لكم رسالة، او يمكن كمان بيحاول الفترة دي ان هو يعني يتقل شوية ويعمل زيك يا برج الجوزاء ويكون غامض زيك، لكن هو هيفشل في ده. فانا عايزة برج الجوزاء يتقل شوية على الشخص ده، لان الشخص ده فعلا بيحبك وندمان عليك، وانت كمان بتحبه يا برج الجوزاء، ونفسك ترجع تاني معاه. بس برضو انت حاسس انك انت اتخنت او اتخذلت او اكتشفت غدر معين منه، ويمكن الحاجة دي حاسة في نفسك ومخلياك مش قادر تستوعبها لحد دلوقتي، ويمكن مخلياك شوية شايل منه. لكن انت يعني عندك استعداد ممكن ترجع، بس بشروط، بس بشروط يا برج الجوزاء. طيب عندكم الفترة الجاية احتفالات، عندكم مناسبات هتحضروها، كمان عندكم للناس المنتظرين بيبي، شايفة في مولود جديد داخل بيتكم، او هتحضروا اسبوع او حاجة يعني من هذا القبيل. في طاقتكم عالية معايا. كمان يا برج الجوزاء بشوف عندكم الفترة دي في اشخاص بتتكلم عليكم زي ما قلت لكم، وتكتشفوا حقيقة اشخاص كتير حواليكم. برج الجوزاء بشوف كمان ان عندكم شخص معجب بيكم، او انتم معجبين بحد يا برج الجوزاء، والشخص ده انتم مثلا شايفين ان هو مش بيبادلكم نفس شعور الاعجاب، لكن شايفه ان الشخص ده بيبادلكم نفس شعور الاعجاب. ممكن يكون زميل عمل، يمكن يكون معاكم في الدراسه، ممكن يكون معاكم في محل السكن، ممكن كمان يكون قريب منكم في مكان مثلا بتشوفوا بعض فيه. لو انتوا ما تعرفوش الشخص ده ومش معجبين بحد معين مثلا، فانا شايفه ان الشخص ده هيكون جديد بالنسبه لكم، مش مألوف خالص. ممكن تتعرفوا عليه عن طريق اصدقاء، عن طريق مثلا احتفال، او عن طريق مثلا حاجه هتحضروها، ايفنت معين. فانا شايفه ان برج الجوزاء الفتره دي عنده عروض حلوه للحب، والشخص ده هيكون مناسب جدا اللي جاي لك في الطريق يا برج الجوزاء، بس هيكون عنده خوف من الرفض منك. يمكن بيشوفك انك هتكون شخص مميز، شخص جذاب، شخص يمكن فيه قابلية، او اول ما يشوفك يوري الجوزاء يعني هينجذب لك جدا لو انت امرأة أو انت رجل. فايا كان شايفه الجوزاء الفتره الجايه عنده عروض حب، وعنده كمان ارتباط وترسيم كمان علاقه، وكمان رجوع ولم شمل. الناس الزعلانه هنا شايفه ان برج الجوزاء في حد هيصالحك ويقدم لك عرض اعتذار، او عرض يمكن حب زي ما قلت لك. ايا كان شايفه في رساله مهمه هتجيلكم خلال الايام الجايه، ولكن احذروا من الحقيقه اللي انا قلت لكم عليها في الفنجان دي، لانها ممكن تكون بنسبه كبيره هي سبب الخراب في العلاقه من بدايه الامر. الابراج اللي كانت معانا يا برج الجوزاء، كان معانا برج الدلو، كان معانا برج العذراء، كان معانا برج كمان الثور والجدي، كمان معانا برج الحوت والسرطان، كان كمان معانا برج الحمل من الابراج الناريه. كده تكون خلصت قراءتنا. ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات عشان يصلكوا كل ما هو جديد في القناه. اشكركم.